بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أتكلم عن مبارك، عن حسناته وسيئاته. الناس اللي زعلانة إنه اتشال مبارك وتقول الله يرحمه مبارك، الله يرحمه طبعا ويحسن إليه. بس أنتوا زعلانين، طب وما أنتوا شلتوا مبارك ليه؟ هو مبارك اتشال عشان الأكل والشرب؟ طب ما أنتوا آخر سنتين في 2009 و2010 كنتوا بتمشوا تصرخوا في الشارع. كان حد أقصى للمرتب 700 جنيه و800 جنيه و900 جنيه. كان المواطن بيصرف 1200 و1300. هي المرتبات اتعدلت غير اللي في 2011 و2012 و2013؟ فين الناس زعلانه على الاكل والشرب؟ مبارك ما اتشالش عشان كده، مبارك اتشال عشان الفساد. مبارك اتشال عشان البطاله والدعاره والمخدرات. مبارك اتشال عشان الشباب اللي كانت بتبيع كلاويها، والناس اللي كانت بتبيع كلاويها. مبارك اتشال عشان الاطفال اللي كانت بتنام تحت الكباري عشان بتشم كلها. مبارك اتشال عشان خاطر الاحتكار بالحديد. مبارك اتشال عشان كان المتر بيتباع بنص جنيه و2 جنيه، النهارده عامل 3 مليون و4 مليون جنيه. آه، مبارك اتشال عشان القمح المسرطن. مين السبب في دخول السرطان في مصر؟ مبارك اتشال عشان عبارة السلام. مبارك اتشال عشان الخصخصة. مبارك اتشال عشان القطر اللي ولع. مبارك ما اتشالش عشان حاجة زي كده. ما اتشالش عشان الأكل والشرب. مبارك اتشال عشان المخدرات والعشوائيات. ده اللي خلى مبارك اتشال. مبارك اتشال عشان الداخلية، كنت تمشي في الشارع تلاقي أمين الشرطة يمسكك ينزل ضرب فيك، أو تخش اسم تتضرب وتتلطش وتتهان ومالكش دية. اتشال عشان قانون الطوارئ. اتشال عشان منجم السكري واللي حصل فيه. مبارك اتشال ما اتشالش عشان الأكل والشرب. طب ما الاكل والشرب في اخر سنتين غلي. مبارك اتشال عشان اللي كان بيبني جامع كان يلاقي امن الدوله عنده. كان اللي يربي دقنه يلاقي امن الدوله عنده. مبارك اتشال عشان في ناس قعدت بال 20 30 سنه في السجن، وبالذات في اخر 2005 لما اتحبس الدكتور ايمن نور ونعمان جمعه ومصطفى العجرودي هرب، والناس دي كلها. مبارك اتشال عشان كده. مبارك اتشال عشان الحزب الوطني وعشان تزوير الانتخابات. مبارك ما اتشالش عشان خاطر عشان خاطر الاكل والشرب. لا، مبارك اتشال عشان خاطر شرم الشيخ والغردقه ونويبع وطابه وجنوب سيناء. كنت عشان تخشهم لازم تصريح، يا يجي لك تصريح من امن الدوله، يا اما الشركه او المكان اللي انت فيه يديك تصريح، ومش اي حد يروح هناك. مبارك ما اتشالش عشان كده. مبارك ما اتشالش عشان الاكل والشرب. اللي الناس زعلانه ان الحاجه بقت لا ماشي، عارفين ان مبارك رجع طابه. مبارك ما باعش لا طيران ولا صنافير ولا جزر ولا استغنى عن غاز. مبارك خلاها كلها استيراد 80%، والتصنيع كله يكون سلع غذائيه. وادي مبارك اللي انتوا بتتكلموا عليه. ان مبارك ما اتشالش عشان خاطر الاكل زي ما وجهوا اشاعه دلوقتي على مخي عشان ننسى. اي نعم، مبارك ما كانش خاين، انا عارف. مبارك خلى البلد كلها تتكل على السياحه بس. خلى كل حاجه في البلد نايمه، مفيش غير السياحه هي المصدر الرئيسي. تستنى الخليجي او غير الخليجي يجي يجري تفتح له 100,000 باب عشان تاكل عيش من وراه، وكله يتحايل على كله وكله يسرق كله. مبارك اتشال عشان الرشاوي والفساد في القطاع العام. ما تعرفش تخلص مصلحه في اي جهه غير الا بالرشوه. فانت لما تيجي ترحم، على فكره اللي شال مبارك اسالوا عليه. انا نزلت في اليوم اللي اتشال فيه مبارك، التعليمات وصلت ومن هناك لامريكا. بكره تعرفوا. سلام.